عزيزي الاهلاوي واخويا الزملكاوي، عايز اسمعك بودنك كده واخليك تشوف بعينك بعض الشخصيات الغريبه العجيبه اللي بتطفح علينا من عندكم من 100 عقبه. انا عايز اعرف يا جدعان، هو في حاجه معينه مثلا في الجو في 100 عقبه ده بتشوه الفكر بالطريقه دي؟ بجد والله العظيم ثلاثه. لما يطلع علينا مثلا صحفي زي ماهر غريب، وانت غريب، يعني انت غريب بكلامك بردود افعالك، انت شخص بالنسبه لي غريب جدا يعني. الراجل بيتكلم ان هو عايز يشفر الدوري المصري، ويقول لك يا عم لو مش هتشفر الدوري المصري شفر لي انا كزمالك ماتشاتي. انت مفكر لما تشفر ماتشات الزمالك حد هيجري يشترك ويتفرج على العك اللي انت بتاع ماتشات ايه يا ابو ماتشات؟ هيتفرجوا عليك في ايه يا حبيبي؟ يتفرجوا عليك وانت بتلعب الكولوتات الكيني والبط الاثيوبي، هيتفرجوا عليك. هو انت بتقدم حاجه عشان تتفرج عليك يا ابني؟ والله العظيم ثلاثه، انا ساعات بفتح ماتشات الزمالك دي واروح اعمل كوبايه شاي، اقعد اكل فاكهه، بسمعك كده في الخلفيه كده في الباك جراوند يعني. اوعى تكون مفكر نفسك نادي يعني عشان تقول لي انا عايز اشفر، والراجل يقول له الناس ما عندهاش، يقول له معلش ما الناس كلها بقت كده. انت ايه الجحود اللي انت فيه ده بجد والله العظيم ثلاثه يعني. يقول له انا ليه اكون بلعب انا كزمالك ماتشي والاقي معلنين الاهلي بينه الشوطين، قبل الشوط الاول بعد الشوط الثاني عندي؟ اسمع بقى بودنك واجي لك تاني. انا كنادي انا هشفر مباريات. انا هتفق مع الجهه المسؤوله اللي معاها الحقوق، انا هشفر. وعلى الهوا اتقال من الاستاذ هاني شكر عضو مجلس اداره، اتقال على الهوا في احد البرامج قدام المصري ماتشات زمالك بتتذاع تلفزيونيا، الاعلانات قبل المباراه وبين الشوطين وبعد المباراه للنادي الاهلي، والاهلي حاله ومش عارف استحاله في مباراه لنادي الزمالك. شفت بقى يا باشا التركيه بتاعته فين؟ التركيه بتاعته هنا بقى، هو عايز يشفر المطوشه بتاعته علشان خاطر انت ما تعلنش عنده. ما هو بيقول لك يا باشا انا مش بستفاد بالاعلانات بتاعت الاهلي دي وعمال تجيب لي الاهلي حاله ومش الاهلي حاجه. يا باشا مش انت بتقول على نفسك ان انت النادي الاكثر جماهيريه في الوطن العربي وافريقيا وفي مصر وفي كل يا باشا انت ما عندكش معلن واحد من بره مصر؟ ما فكرتش انت فيها دي ليه يا باشا؟ ما هو انت لو كان عندك معلنين او رعاه ما كانوا نزلوا عندك في المباراه، بينزلوا عندنا ليه؟ او انا ليه الاعلانات بتاعتي بتنزل عندك؟ ده ما يحركش جواك حاجه؟ اللي انت ولا حاجه، مش انت كزمالك يعني ولا حاجه؟ هو انت كزمالك ولا حاجه يا باشا؟ ان انت بعيد قوي، انت بعيد، انت ما عندكش معلنين، دي مش مشكلتي انا يعني، دي مش مشكلتي باشا. انت بتتكلم على نادي انت مش عايز تصدق بقى ان هو الاعلى جماهيريا والاكثر كل حاجه في الدنيا. دي مشكلتك مش مشكلتي. مش مشكلة الاهلي اللي انت مش عارف تجيب رعاه، مش مشكلة الاهلي ان انت مش عارف تجيب اعلانات، دي مش مشكلتي. انت ما تحطش فشلك عليا. انت يا عم بتعاتبني عشان انا ناجح، انا احط اعلاناتي في اي حته يا باشا. يا جدعان احنا تعبنا منكم ومن كتر الحاجات اللي انتوا عمالين تفكروا فيها. انتوا بدل ما تفكروا في فريقكم انت بتفكر ازاي نعكن على الاهلي. يعني انت مكرس حياتك كلها ان انا ازاي اوقف النادي ده، مش ازاي انجح، مش ازاي ابقى زيه. لا انا عايز، انا مش قادر اوصل له فانا هقعد احاربه لحد ما هو كمان ينزل لي. مش هيحصل يا جماعه والله. انتوا عقليات الواحد بجد ليه الجنه ان هو عايش مع عقليات زيكم كده.